النهارده عايزين نتكلم عن حاجه مهمه جدا. حاجه كلنا ما ينفعش نستغنى عن اهميتها، وهي بياناتنا اللي بنسجلها على التليفون. طبيعه الحال ان انت بتسجل كل حاجه انت محتاج تعرفها، او كل حاجه مهمه بالنسبه لك بتسجلها على الجهاز. بتسجل عليها حساباتك على السوشيال ميديا، بتسجل على الجهاز حساب البنك، بتسجل على الجهاز اي يوزر نيم واي باسورد محتاج تستخدمهم في اي شيء. بتسجل على الجهاز صور شخصيه، صور مهمه جدا. بتسجل على الجهاز ذكريات مهمه بتحتاج انها تكون موجوده قريبه ليك طول الوقت. بتسجل على الجهاز ذكريات سعيده، صوره كل ما بشوفها كل ما نفسيتي بتتحسن، بحس بالسعاده. الداتا اللي على تليفوناتنا مهمه، اهم من اي شيء. بسجل على التليفون كل ارقامي، كل معارفي، كل تفاصيلي. لا قدر الله لو تليفوني فصل، تليفوني حصل فيه حاجه، بياناتي كلها راحت فين؟ للاسف فقدتها. المشكله دي هي مشكله العصر النهارده، مشكله البيانات، الداتا. الفترة الزمنية اللي احنا فيها في الوقت الحالي، او تحديدا من ابتداء من سنة 2010 او يمكن من سنة 2000 كمان، بقت البيانات او الداتا بالنسبة لنا كبشر من اهم شيء في الدنيا. انا لو فقدت تليفوني النهارده مش عارف اتواصل مع حد، مش قادر اوصل لحد، مش قادر اعرف اطمن على حبايبي. طب احنا عاوزين نساعد بعض، ازاي نقدر نحافظ على بياناتنا؟ ازاي نقدر نخلي الداتا اللي متسجلة عندي على التليفون في امان طول الوقت؟ ازاي لا قدر الله لو التليفون حصل فيه مشكله، وقع مني مثلا، ازاي بياناتي تظل موجوده معايا؟ انا كانسان تليفوني معايا عليه بياناتي كلها، لازم اخد نسخه احتياطيه من بيانات الجهاز طول الوقت، بمعدل كل اسبوعين، كل 15 يوم لازم اخد باك اب كامل من الجهاز. عشان اقدر اخد باك اب من التليفون او نسخه من الداتا اللي متسجله عليه، انا محتاج يكون عندي لابتوب، محتاج يكون عندي كمبيوتر، وبستخدم بعض البرامج. البرامج دي هنستخدمها عشان ناخد نسخه احتياطيه من كل بيانات. كلنا او اغلبنا هيكون موجود عندنا كمبيوتر، جهاز حاسب آلي موجود في البيت، اقدر اوصل عليك التليفون، اقدر انزل ابلكيشن هنكتب الاسم بتاعها في اول تعليق موجود، ابلكيشن اسمه 3 تولز. ده بالنسبه لمستخدمي اجهزه الايفون. بقدر اوصل الجهاز على الابلكيشن دوت، انسخ الصور بتاعتي منه، انسخ الاسماء، انسخ الرسائل، انسخ كل حاجه من الجهاز، اعمل فول باك اب من التليفون. فاصبحت بياناتي موجوده عندي طول الوقت. لا قدر الله حصل مشكله في التليفون، اقدر ارجع للكمبيوتر بتاعي الاقي بياناتي كلها متسجله عليه. بالنسبه لمستخدمي الايفون، عندهم خدمه جميله قوي، خدمه الاي كلاود ستورج. بيكون موجود عندك على كل حساب اي كلاود بتعمله، او كل ايميل وباسورد بتعمله من الجهاز، بيكون عندك مساحه 5 جيجا. اقدر ان انا ازود المساحه ديت باشتراك شهري لاي مساحه انا عاوزها. بيقدر التليفون يعمل لي اوتو باك اب، حفظ البيانات بتاعتي على موقع الاي كلاود اللي تابع لشركه ابل. وانا لو مش عاوز ازود المساحه ديت، يبقى انا هستخدم الحل الاخر او الحل البديل، ان انا استخدم جهاز كمبيوتر واخد نسخه من بياناتي طول الوقت. طب بالنسبه لمستخدمين الاندرويد، اجهزه الاندرويد فيها ميزه جميله قوي، انا ممكن ما احتاجش ان انا اوصل، استخدم برامج، ممكن توصيل مباشر مع الحاسب. اقدر اخد نسخه من ذكرياتي كلها اللي موجوده في الجهاز، من بياناتي المهمه اللي متسجله عندي. في نفس الوقت اجهزه الاندرويد ممكن اقدر اربطها بايميل على الجيميل. الايميل اللي بيكون موجود على الجيميل ده لو مضيفه على الجهاز، اقدر ارفع الاسماء بتاعتي كلها على الايميل، اقدر ارفع المذكرات بتاعتي كلها، الفويس نوتس بتاعتي حتى اقدر ارفعها. اي اعدادات موجوده على الجهاز اقدر ارفعها عليه. ذكرياتنا بتزيد كل يوم عن التاني. مناسبه حلوه حصلت معايا النهارده، احتجت الصور بتاعتها، وانا لسه واخد الباك اب بتاعي امبارح. مش هيضرني نهائي ان انا اخد نسخه من الذكريات بتاعتي دي احطها على الجهاز. طب لا قدر الله تليفوني فصل وانا ما عنديش النسخه الاحتياطيه دي، هنا بقى يجي دورنا. هنا نقدر نساعدك، هنا نقدر نطلع لك بياناتك بالكامل من الجهاز، ايا كانت حجم البيانات بتاعتك، ايا كانت مساحه الجهاز، 64 جيجا، 256، 512، 1 تيرا، ايا كانت حجم الداتا بتاعتك، ايا كان نوعها، حتى وان كانت بيانات داخل بعض الابلكيشن، نقدر نطلع لك البيانات دي بالكامل، ونديك بياناتك مره ثانيه، وترجع تشوف ذكرياتك مره ثانيه اللي انت للاسف زعلت ان انت مش قادر توصل لها لان الجهاز حصل فيه مشكله. الحمد لله عندها الحل، والحل سهل بسيط، نقدر نرجع لك بياناتك مره ثانيه كامله على الجهاز. بل بالعكس، احنا ممكن نديك جهاز ثاني خالص، نفس الموديل، برمز الحمايه بتاعك،
معنى ان الجهاز عليه رمز الحمايه بتاعك ان كل بياناتك متسجله زي ما هي ومصونه بدون ما اي حد يشوفها، بدون ما اي حد يعرف عنها اي حاجه. انت الوحيد اللي بيكون ليك اكسس لبياناتك الشخصيه. حتى احنا واحنا بنعمل لك موضوع الداتا ريكفري دوت مش هيكون عندنا اكسس للداتا دي، يعني بياناتك في امان. معانا دايما انت في امان.